كثير منا حينما يتعرض إلى الأسئلة ولا يستطيع الإجابة يشعره ذلك بالذنب وبعدم الثقة وبالنقص. لكن العلماء الكبار يعلموننا أن ذلك ليس من الذنب وليس من العار. فقصة الإمام مالك مع الرجل الذي جاءه من الأندلس سأله كثير من الأسئلة، لكن الإمام لم يجب إلا على بعضها. فقال له: كيف وأنت الإمام مالك وجئتك بالأسئلة، فكيف أقول لأهلي وناسي الذين بعثنا إليك؟ فقال: قل لهم قال لكم الإمام أنا لا أعرف. ولم ينقص ذلك من قيمة الإمام مالك، فالإمام مالك لازال هو الإمام مالك، ولازالت الناس تعتمد على علمه وعلى بحثه. وكذلك نحن يجب حينما نجهل الأجوبة أننا نقول لا نعرف. لكن العالم